السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. عايزه اقولك اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتشجعيني بلايكاتك الحلوه الجميله. يلا يا حبيبه قلبي انت وهي، هنعمل معاكم ان شاء الله النهارده طريقه عمل الفطير المشلتت اللي هو الفلاحي. طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. المكونات بتاعتي يا حبايب قلبي مكونة من ايه؟ مكونة من كيلو دقيق. بس لازم يكون الدقيق اللي انت جايباه يكون نوعه يكون كويس ويكون فيه عرق. كيلو دقيق اللي هو الفينو او اللي هو الفاخر، دي كيلو دقيق. ومعايا اللي هي السمنة بلدي، على ايه؟ على زيت، يا اما زيت على زبدة، على حسب الموجود عندك يعني. بس لو انت عندك، لو هتحطي زيت يكون النوع الزيت يكون كويس. ومعايا ايه؟ ومعايا معلقتين من اللي هو القشطه اللي هو الفلاحي بتاعت اللبن الجاموس. ومعايا معلقه سكر. ومعايا معلقه ملح ناعم طبعا. ومعايا اللي هي الميه بقى هنحطها على العجين، ميه من حنفيه. هتضيفي عليها ميه من حنفيه بس مش اكتر من كده. هنجيب معايا المكونات بتاعتي، نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب كده نحط السكر على الدقيق، ونجيب المعلقه الملح الناعم برضو معايا، وامسكهم كده ايه، اقلبهم في بعض. بس طبعا زي ما قلتلك لازم يكون الدقيق انت جايباه الاول ونخلاه، لازم تنخليه بالمنخل عشان ايه؟ لو في ترابه ولا في اي حاجه تطلع في المنخل. وهنضيف عليهم بقى ايه؟ اللي هي الميه. بس الميه هتضيفها ايه؟ بالتدريج. وامسكهم كده ايه، اقلبها كلها في بعضها زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده. اه ما شاء الله. اهم حاجه في الدقيق اللي في الفطير المشلتت، لازم يكون نوع الدقيق يكون كويس، عشان يطلع معاكي الطريقه سهله ايه وبسيطه، ويكون ايه الفطير المشلتت يكون كويس معايا. اه الميه بتجيبها من الحنفيه. زي ما انت شايفه كده. ولازم يكون اللي هي العجينه يكون معايا ايه؟ طريه، ما يكونش ايه يابسه قوي، يكون طريه. هفضل ايه عجينه كده كويس. الفطير المشلتت بالذات عايز يكون عجين يكون كويس. ما شاء الله. كده بقى يا اصحابي شايفين كده العجينه خلاص لمت معايا وبقت كويسه زي ما انتوا شايفاها كده. بس لازم تكون ولا يابسه قوي ولا طريه قوي، لازم تكون بتلزق معايا. شايفين كلها تلمت معايا بالشكل اللي انتوا شايفاه ده. هسيبها اغطيها كده 10 دقايق وهرجع اقطعها تاني. كده بقى يا اصحابي سبتها 10 دقايق لما ترتاح. بعد كده بقى ايه؟ هبدأ ان انا ايه هقطعها ايه كور. شايفين العجينة معايا عاملة ازاي؟ مطاطة ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا ايه اكورها كده كور على قد الصينية اللي انا هعملها فيها. كده بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين بالشكل دوت كده اهو، ادينا قطعتها جم معايا 6 كور زي ما انتم شايفاها بالحجم دوت كده. انا مش عايزه ان انا اكبرها عشان اما اجي افردها اعرف ان انا افردها كويس، لان انا مش هفردها الا على الرخامه. زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده قطعتها بالشكل دوت. وهسيبها برضو ترتاح كمان 10 دقايق، وبعد كده ان انا افردها ايه بالزبده. هبدأ بقى ان انا ايه افردها. معاكي كده الصينيه حاجه بسيطه كده. عايزه تعمليه بقى على الطبليه تعمليه، عايزه تعمليه على الرخامه تعمليه، بس انا حبيت ان انا اعمله ايه على الصينيه. اجيبه بقى كده بالشكل دوت كده. وهبدأ ان انا ايه
افردها خالص. لازم تفرديها ما تكون تبقى رقيقه معاكي خالص، رقيقه جدا 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 عشان تطلع معاكي مورقه وحلوه. عايزه بقى تعمليها صغيره تعمليها، عايزه تعمليها كبيره تعمليها، على حسب بقى، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. بس تفرديها خالص خالص لما تكون مورقه معاكي وشكلها يكون حلو. زي ما انتم شايفين كده. لو اتقطعت معاكي مش مشكله، لو اتقطعت معاكي كده كده انت لسه هتلميها، بس اهم حاجه ان انت تفرديها تبقى رقيقه معاكي كده بالشكل دوت كده عشان تطلع معاكي زي ما قلتلك مورقه. كلها بقت رقيقه خالص اهيت. هبدا ان انا هبدا ان انا اعمل بالزبده والسمنه زي ما قلتلك. عندك زبده، عندك سمنه بلدي عادي، وعايزه تحطي ضيفي معاها زيت زي ما انت زي ما تحبي، بس يكون النوع الزيت بتاعك يكون ناعم، يكون كويس، ما يكونش زيت تموين ولا اي حاجه من دي، عشان يطلع معاك الفطير طعمه حلو وممرق وجميل. ما شاء الله. شايفين كل اهوت بقى رقيق خالص. هبدا ان انا اجيب هبدا ان انا اجيب دي كده، هلمها كده زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده. وهدهنها بالزبده برضه. كل طبقه لازم ان انا ادهنها. ما شاء الله. بعد كده هجيب الطبقه التانية كده زي ما انت شايفاني كده، وهدهنها هدهنها برضو زبده. كلها تكون فيها زبده، ما يكونش فيها حته فيها وحته ما فيهاش. زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده. وهجيب بقى الطبقه التانية دي كده طريقه سهله وبسيطه ما شاء الله. وهجيب الطبقه التانية دي كده واعملها بالشكل دوت كده. وبعد كده همسكها هلمها كده زي ما انت شايفاني بالشكل دوت كده كلها اتلمت معايا تانية اتلمت معايا خلاص هسيبها بقى كده ترتاح براحتها خالص. وبعد كده ابقى اعملها في الصينيه. اجيب اعمل واحده تانية كمان معاكم لازم ان انت تخبزيها خالص تبقى رقيقه معاكي. كده كده لو اتقطعت معاكي مش مشكله، لو اتقطعت معاكي انت كده كده هتلمي العجينه تاني، بس اهم حاجه خالص ان انت تفردي تفرديها كده. بقى جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها، وبعد كده بقى افرد كده العجينه زي ما انت شايفاها كده. سيبتها ارتاحت وبعد كده افرد العجينه بالشكل دوت كده. وعندي بقى القشطه زي ما قلتلك، هدهن وشها كده قشطه وانا بخبزها.
هفردها بقى في الصينيه خالص، وبعد كده بقى ايه احطها في الفرن كده بقى يا اصحابي. زي ما انتم شايفين اهوت فردتها بالشكل دوت كده. بعد كده بقى ايه هدخلها ايه الفرن كده بقى يا اصحابي. زي ما انتم شايفين ادي الشكل النهائي بتاعي اه، ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا رب على اللي هياكل. عايزه اقول لك بقى اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وتشجعوني بلايكاتكم الحلوه الجميله.